السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلب ام مالك، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. خلاص رمضان على الابواب، كلها كام يوم ونستقبل الشهر الفضيل. إيه يا رب كده، لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله، ويرحم موتانا وموتى جميع المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. بداية كده ان شاء الله النهاردة انا هعمل جايبة معاكم التوابل دي انا بجيبها في شهر رمضان، او مشتريات العطارة عموما جايباها معاكم. هنشوف مع بعض انا جبت ايه للتوابل عشان شهر رمضان. هنبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة جبتها طبعا الجنزبيل اهو. انا خليته كتب عشان خاطر انا ما اتلخبطش، وبقعد اقول ده ايه وده ايه ومش عارفه ايه وبقعد اتلخبط، فانا خليته كتب. اول حاجه جبتها طبعا الجنزبيل، ودي البابريكا. طبعا توابل لازم منها من وجودها معاكي في البيت، وخصوصا في شهر رمضان، لان انتوا عارفين رمضان عزومات بقى واكلات وصواني بقى وحاجات كده. كل سنه وانتوا طيبين. جبت بصل بودر وتوم بودر، ودي توابل الكبسة الناعمة. وفي برضو توابل اللي هي الكبسة الخشنة هنطلعها دلوقتي. دي توابل الكبسة الناعمة، دي اللي هي البهارات عموما عادية، اللي هي اللي احنا بنجيبها العادية. كمون، دول ب5 جنيه حبهان، 5 لا ب10 حبهان. بكزبرة ناشفة، مش عارفة اشمعنى دي اللي مديهالي كده، مش مديهالي مطحونة. المهم دي كزبرة ناشفة، هبقى انا احمصها وانقيها كده واطحنها. دي بهارات الكفتة، وكمان بهارات الشاورما او توابل الشاورما. على فكرة لو انتوا يعني عاوزين تعرفوا التوابل دي مكتوبة او كده، كان في فيديو نزل على القناة بجميع انواع التوابل اللي انت محتاجاها في مطبخك. ارجعوا للفيديو ده وانا هسيبه لكم ان شاء الله باذن الله في صندوق الوصف. هتلاقوه موجود يعني. طبعا كركم، دي توابل فراخ. عايزه اقول لكم انا جايبه من كل حاجه ب5، ما عدا الحبهان هو اللي كان ب10. عادي يعني ب5 جنيه هيكفوني، وحاجه كويسه مش قليل يعني. وده ب5 ورق لوري، طبعا بقى عشان الشرب بقى وكده يعني. فلفل اسمر، جوز الطيب جبت 2 لان انا عندي 2 برضو اهو. هما الاتنين برضو ب5، الواحدة ب2.5. توابل القرفة الكبسة الخشنة، ده فيجيتار حار وبارد، بس انا خليته حطيتهولي على بعضه، وانا هقلبه عشان ما يبقاش يعني الحار حر قوي ولا البارد يبقى مش سبايسي كده. وكمان ده نص كيلو ب13 جنيه. ده ايه؟ ده كاري اهو. وده زعتر، وده قرنفل. ده ايه؟ اه توابل حواوشي، بس مش عارفه هو كاتبها كده ليه. ده حواوشي. دي بهارات سمك، روزماري، كبابة صيني. دي توابل الكفتة. ممكن برضو تجيبي توابل الكفتة اللي هي اكياس بتاع فاين فودز، حلوة قوي برضو.
ودي بهارات محشي بس انا استعملت منها، تحفة تحفة كده، جميلة جدا في المحشي. شطة، وهنا معايا اللومي. بس كده، هي دي التوابل اللي انا جبتها علشان خاطر شهر رمضان الكريم. وكمان اكيد كلها مش هتخلص يعني في الشهر، بتقعد معايا فترة. جبت ازازة الخل دي مش عارفة بكام بصراحة، اكيد كلها مش هتخلص معايا في فترة واحدة. هتقعد معايا فترة مش في شهر رمضان بس. وكمان مرجع يعني لو حد عايز بقى يشوف المشتريات اللي هيشتريها من العطارة، التوابل والحاجات دي. يا رب كده يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه بأي حاجة، حتى لو حاجة بسيطة. أكون ذكرت حد لو ناسي أي نوع من التوابل أو أي حاجة. ونشوف مع بعض بقية المشتريات اللي أنا جبتها من العطار. بس دي بتاعت الحلويات بقى. هنلم ده كده ونفتح الكيسة دي. ورجعنا معاكم بقى هنا زي ما انتوا شايفين. طبعا انا جبت تمن كركديه، الكيلو ب120 جنيه، الربع التمن ب15. جبت كمان ربع جوز الهند، الكيلو ب90. انا جبت ربع برضو. وجبت ربع زبيب اللي هو الايراني برضو ب90. دول النصين دول جم ب45 و15 كده، دول 50. هنا الورقة اللي انا ببقى بكتب فيها الحاجات اللي بجيبها، لان مش كل التوابل ولا كل الحاجة انا جبتها مرة واحدة. وجبت هنا كمان عسل كلوكوز عشان بقى الشربات والحلويات والحاجات دي بقى تبقى كتيرة يعني. جبت كمان كريم شانتيه عشان خاطر لو عملنا بلح الشام وحشيناه كريمة او كده. جبت لبن بودرة، ده ب10 لبن بودرة، وده ربع كريمة برضو. وجبت ربع كاكاو خام اهو. وجبت ب5 جنيه فارماسي اللي هو الملون، ملقتش شوكولاتة بس. جبت ب5 فانيليا. وجبت قالب الشوكولاتة ده عشان لو احتاجناه في حاجة نعمل بيه، نزين بيه، نبشر بيه شوكولاتة على الحلويات، اي حاجة يعني. بس كده، هما دول شوية مشتريات الحلويات. لان يعني انا ناوية اعمل حلويات بس ماليش في الحلويات قوي يعني، فممكن استسهل واشتري جاهز. ولو طقت في دماغنا ان احنا نعمل حاجة هنعمل. حالا بقى انا افتكرت وانا بصور الفيديو ان انا نسيت دقيق البسبوسة، ما جبتش. هجيب ان شاء الله دقيق البسبوسة. وكمان اللهم صل على سيدنا محمد، عندي بودر وعندي فانيليا ما جبتش برضو. ايه تاني؟ انا حالا بقى هقعد افتكر ايه اللي ناقص، وان شاء الله هبقى اعمله في فيديو مشتريات تاني معاكم. بس لو وصلتوا لهنا بقى وهنا كان اخر الفيديو، ما تنسوش تحطوا لي لايك للقناه للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي جديد. وكل سنه وانتم طيبين، وتتعاد علينا الايام يا رب بالخير كده، لا فاقدين ولا مفقودين. ورمضان كريم، ويا رب تطلعوا انتوا كمان كرمة معايا وتحطوا لي لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.